وانا بقرا التعليقات وقفت عند التعليق واضح انه مكتوب من وجع حقيقي، بس للاسف الوجع مخليه يقول كلام غلط. التعليق بيقول باختصار: اللي ما يدفعش يدخل الاسلام يتقتل. الجمل اللي من النوعيه دي عمرها ما كانت دفاع حقيقي عن التاريخ. دي اختصار مريح وممكن نقول تبسيط مخل. خلينا نكون صادقين مع نفسنا. لو القصه كانت يا اسلام يا موت، كان زمان كل المصريين دخلوا الاسلام في سنه ولا اتنين ولا حتى 100 سنه، وده ما حصلش في تاريخنا المصري. بعد دخول الإسلام مصر بحوالي 270 سنة، أغلب المصريين كانوا لسه مسيحيين، يعني في ناس عاشت وفي كنايس كملت وفي مجتمع استمر. طب نكمل الصدمة. في مسلمين مصريين داست عليهم جزم أراضيش الخليفة برضه لما اعترض. سنة 872 ميلادي في الصعيد طلع مسلم مصري اسمه ابن الصوفي واعترض على استمرار الخراب، مش لأنه ضد الدين، لكن لأنه شايف ظلم بالغ، والرد كان قوي مش مناقشه. ابن الصوفي ما اعترضش كده وخلاص، ولا كان بيلعب سياسه ولا كان ضد الدين. الراجل اعترض عشان القاعده نفسها. يعني ايه؟ يعني هو مسلم بس الارض اللي ماسكها على اخر، والخراج مش بيقع ولا بيخف عشان انت اسلمت ولا خسرت فلوسك في البورصه ولا الدوده اكلت القطن والمحصول باظ. فالسؤال اللي قاله ابن الصوفي المصري المسلم ضمنيا كان: احنا دخلنا الاسلام، ليه النظام لغايه دلوقتي لسه بيتعامل معانا كاننا ما دخلناش؟ وهنا بقى المشكله. اللي حصل مش قصه دين ضد دين، دي كانت نظم جبايه بتضغط على اي حد بيعترض. الحكايه الجاهزه بتاعت اما الاسلام او القتل بتظلم المسيحي وبتظلم المسلم، وبتريح اللي مش عايز يفكر، لانها بتشيل من المشهد الحقيقي الفلوس والضرائب والسياسه والتعقيدات. والاخطر من ده كله ان الحكايه الجاهزه دي بتحبس المسيحي طول الوقت في دور الضحيه، وبتحبس المسلم طول الوقت في دور الجلاد الابدي. وده مش تاريخ، ده كارت جاهز. الحقيقه اصعب من كده شويتين ثلاثه. في قمع حصل، وفي ظلم اتوصى، وفي تعايش حصل برضه، وفي مسلمين اتأذوا، وفي مسيحيين عاشوا. التاريخ مش ابيض واسود،